في فكرة دايما بتغيب عن بالنا واحنا بنتكلم عن الجواز الشرعي. يعني متخيلين إن نتيجة صلاة الاستخارة لازم تكون رؤية في المنام أو حوادث تشاؤمية غريبة كده. أيوة فعلا، زي إن حلة المحشي تتحرق منك مثلا، أو تكعبل وانت نازل من البيت. بالظبط كده. مع إن الاستخارة ببساطة شديدة هي يا إما تيسير للأمور أو طريق مقفول، والمصادر اللي هنحللها النهاردة بتركز على إن التيسير ده بيبان جدا في قعدة الاتفاق أو قعدة الرجالة. بصيغة تانية نقدر نعتبر القعدة دي كنز للمعلومات، أو كشف هيئة نفسي للعريس. وحتى لو العروسة مش قاعدة معاهم في نفس الأوضة، لازم تعرف اللي بيدور بأي طريقة. سواء بقى من والدها بعد ما يمشوا أو بتجنيد أخوها الصغير كجاسوس من ورا الستارة، صح؟ أيوة، الجاسوس الصغير ده دوره مهم جدا في نقل الصورة. هدفنا النهاردة بقى من خلال تحليل المصادر إننا نقرأ شخصية العريس من تصرفاته في الجلسة دي. حلو جدا. طب خلينا نبدأ بأكتر تصرف ممكن يلخبطنا: السكوت. إزاي نميز بين الشاب المحترم اللي ساكت أدبا والشاب الضعيف اللي معدوم الشخصية؟ ده سؤال مهم جدا. المصادر بتفرق بين نوعين من السكوت. العريس الأول بيبقى ساكت ومحترم لأن والده هو اللي بيتكلم، بس والده فاهم أصول الزواج الشرعي وبيتكلم بالمعروف. امم يعني سكوته هنا يعتبر بر بوالده ومؤشر ممتاز لراجل بيحترم الأصول. بالظبط كده. لكن تعالي بقى للشاب التاني، ده قاعد ساكت برضه، بس والده عمال يفرض شروط تخالف الشرع وبيساوم والد العروسة وبيضغط عليه. لا، ثانية واحدة. طب ما قاليش سكوته في الحالة التانية دي مجرد احترام لوالده برضه؟ يعني يمكن بيتجنب الإحراج في قعدة عائلية زي دي. خالص. المصادر بترد على النقطة دي بقوة وبتحذر منها. ده مش احترام نهائي، دي علامة على إنه شاب نقدر نقول عليه دلدل معدوم الشخصية. يا ساتر، للدرجة دي؟ وأكتر كمان، الشاب اللي بيسكت على ظلمه في البداية إرضاء لأهله ده هيبيع ويشتري في العروسة بعدين في أي مشكلة، مفيش منه أمان. يا جماعة، دي تفاصيل بتفرق في عمر بحاله. طب قبل ما ندخل في أخطر جزء في تحليلنا النهاردة، حابب أطلب من كل اللي بيتابعونا على يوتيوب، لو عجبكم الحلقة لحد دلوقتي ما تنسوش تعملوا إعجاب وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. نرجع بقى لموضوعنا. نرجع للشاب الثالث، وده يعتبر فخ كبير جدا ظهر مؤخرا. الشاب المتوجس، أو ضحية فخ الريد بيل. الشاب اللي تحسيه متحفز كده، صح؟ أيوة، اللي تلاقيه بيكتر من الكلام عن محاكم الأسرة وعمال يرمي مصطلحات زي تقافز القردة والفيمينيستات وحاجات من دي. اللي هو داخل معركة أو مطب بيحاول يفادي نفسه منه، مش داخل يبني بيت وأسرة. فعلا تشبيهك دقيق جدا. المصادر بتأكد إن النوع ده مش بس خايف، ده بيعاني من زياسة وسوء ظن بالله، لأنه فاقد الثقة تماما في فكرة العفاف والمودة. طب إحنا كده اتكلمنا عن الساكت المحترم والساكت الضعيف والمتحفز بتاع الريد بيل. فين بقى الشاب الكنز اللي المصادر بتشيد بيه؟ الشاب الرابع بقى هو الكنز الحقيقي. ده الشاب الواثق المستقل. ممكن تلاقيه جاي لوحده تماما، يتفق لو عارف إن أهله مش ملمين بالأصول. امم أو لو والده موجود وبدأ يغلط تلاقيه بيتدخل. بالظبط، بيراجع والده بلباقة واحترام عشان يحفظ حقوق العروسة قبل حقوقه. ده الشاب اللي هيحارب عشان يعيشوا في استقلالية بدون تدخلات أو منغصات. ده بيفسر ليه المصادر بتأكد على قاعدة مالية وشرعية مريحة جدا في الزواج: إن العروسة أصلا غير مطالبة بشيء. دي حقيقة. العريس هو اللي بيدفع المهر وهو اللي بيجهز البيت، وكل ما قل المهر زادت البركة في الجوازة دي. خلاصة ممتازة جدا. تحليلنا النهاردة كشف إزاي تفاصيل صغيرة في قعدة الاتفاق ممكن ترسم شكل المستقبل كله. عشان كده الوعي بالتفاصيل دي بيحمي بيوت كتير من قبل ما تتبني على أساس غلط. متفق معاكي جدا. وقبل ما نختم، عندي سؤال مهم لكل اللي بيتابعونا. من بين أنواع العرسان الأربعة اللي حللناهم النهاردة، إيه أكتر نوع شايفينه منتشر في مجتمعنا دلوقتي وليه؟ يا ريت تشاركونا إجاباتكم في التعليقات، بنقراها كلها. شاركونا رأيكم، وما تنسوش تشوفوا باقي حلقات السلسلة دي وتستكشفوا السلاسل التانية الممتعة اللي موجودة على القناة. شكرا ليكم، ونشوفكم في تحليل جديد.